السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى مع بعض الفراخ الكنتاكي مع بعض طريقة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. هنسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا هنعملها ازاي. دلوقتي انا معايا 3 ليمونات، ومعايا معلقة توم مفروم، ومعايا كيس لبن اللي هو بخيره، اي لبن يعني، ممكن تجيبي لبن سايب او لبن بخير الموجود يعني، وعلبتين زبادي، و4 مكعب دجاج. ده التتبيلة اللي احنا هنبيت فيها الفراخ. ومعايا فرختين الوزن بتاعهم 1.5 كيلو، يعني هي الفراخ دي لازم تكون صغيرة، يكون الوزن بتاعها 1.5 كيلو، وتقطعها على 8 قطع. دلوقتي انا هفضي اللبن، بسم الله كده واحنا بنفضيه، وهنفضي علبتين الزبادي. التتبيلة دي حلوة قوي، وتتبيلة يعني لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله، مش هتبطلوا ان انتوا تتبلوا الفراخ بالطريقة دي. حطيت كده انا كوبايتين الزبادي. هحط بقى الليمون، 3 ليمونات هحطهم. اللي بيبقى قلقان من الليمون او كده، لا، طعم الليمون ما بيبانش خالص في التتبيله، بس هو الليمون طبعا بيبقى حلو وبيساعد على السوا وكده. انا كده بحصر الليمون، هحصر ال3 ليمونات اللي معايا. خلاص بقى كده انا حطيت ال3 ليمونات عصرتهم. دلوقتي بقى انا هقلب كده تقليبه، وبعد كده احط البهارات اللي معانا: معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه بابريكا صغيره، ومعلقه كركم صغيره، والملح بقى حسب ما انتي تحطيه، تحب الحدق بتاعه ازاي. المعالق البودر، توم البودر والبصل البودر معلقه كبيره، والباقي كله صغير. معلقه توم مفروم كبيره. معايا مرقه دجاج، دي مهمه قوي في الخلطه، بتدي طعم للفراخ حلو قوي. انا فضيتها في طبق. انا معايا، انا حاطه على دول 5. بتدي طعم حلو قوي للتتبيله، وبتخلي الفراخ، هي اصلا اللي بتخلي الفراخ طعمها حلو، واكنك شاريها من بره. ففي ناس ما بتحبهاش، بس هي مهمه قوي في قلب التتبيله. انا كده حطيتها، فرمتها كويس قوي، خليتها زي البهارات كده عشان تدوب معاها. هجيب بقى الفراخ، هغرزها كده، افتحها كده من كل حته عشان لما تيجي نقليها تستوي على طول. انا حطيت في التتبيله ديت نص معلقه سكر، بس ما جاتش في التصوير. نص معلقه سكر او نص معلقه عسل، موجود عندك حطيه. انا حطيت نص معلقه سكر عشان تساعدنا على التسويه بتاعت الفراخ، بس ما تكتريش يعني. فانا كده بغرز في الفراخ اهيت، بفتح فيها عشان لما نيجي نقليها ما يبقاش فيها دم، وتستوي كويس وتشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها لها. دي طبعا هي كده كده متفتحه. فانا هعمل بقى الفراخ كلها كده، دول فرختين، فانا هعملهم بالطريقه دي كلهم. بفتح بقى فيهم كده بالشكل ده. خلاص بقى كده انا هعملهم وارجع لكم. كده انا حطيتهم خلاص كلهم، الفرختين اللي معايا حطيتهم في التتبيله اللي انا عملتها. انا حطيت التتبيله ديت معلقه توم باودر وبصل باودر، اقول لكم تاني يعني، ومعلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه كركم صغيره، ومعلقه بهارات اللي هي مشكله، ومعلقه بابريكا صغيره، والملح. دي البهارات اللي انا حطيتها. خلاص بقى انا هسيبها في التلاجة، هبيتها في التلاجة. لازم ان تبقى حلوة اوي لما بتبيت، حتى لما بتقعد ساعتين ولا حاجة ما بتبقاش حلوة زي ما بتبيتيها في التلاجة. فانا عملتها بالليل اهوت، وهسيبها بقى للصبح. اغطيها كويس واحطها في التلاجة للصبح، بتبقى حلوة اوي وبتشرب من التتبيلة، وبتبقى ريحتها حلوة اوي واخدة طعم التتبيلة.
اعملوها كده. اما تحبوا تعملوها من بالليل وتبيتوها، هتعرفوا بقى ايه، هتحسوا بطعم فعلا الفراخ، وبتستوي بسرعة كمان، غير ما انت بتعملها على طول ما بتبقاش حلو. خلاص بقى كده، انا بعد ما الصبح بقى، بعد ما طلعت من التلاجة كده احنا الصبح، معايا 4 كوبايات دقيق. انا هنخلهم اهو معاكم، 4 مجات. انا حطيت 4 مجات من المج اللي معايا اللي انتوا شايفينه في ايدي. وده دقيق اللي هو ذرة اصفر، عند اي عطار هتلاقيه. حطيت مجين، نفس المج اللي انا حطيت الدقيق بيه. ده دقيق اصفر. ودي معلقة كوباية نشا، على طول انسى. دي كوباية نشا، يعني حطيت 2 كوباية دقيق ذرة، و4 كوبايات دقيق من الابيض، وكوباية نشا. احط بقى عليهم التوابل. بعد ما اقلبهم كده هحط عليهم التوابل. كيس بيكنج باودر، بيخلي الفراخ حلوة اوي وبتبقى هشة وحلوة. مرقة الدجاج طبعا زي ما حطيت هناك هحط هنا نفس الكمية. انا حطيت هناك 5 وحطيت هنا 4. هنا توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكمون او بهارات والملح وخلاص. بصوا بقى، انا بعملها كده، ما بخليهاش، ما بتكاش عليها، انا يا دوبك بس بحطها في الدقيق وانفضها عشان تدي بقى الشكل الحلو كده اللي انتوا بتشوفوه اهي. ما بتكاش عليها خالص، انا بمسكها بالراحه خالص عشان مش عاوزاها تلزق، الدقيق يلزق عليها. انا طبعا وانا بحطها كده حتى الزيت يسخن اهي. والله الطريقه دي حلوه، والله هتعجبكم اوي، وهتحسوا ان يعني اكنكم جايبينها واحسن من اللي بره كمان. خلاص انا هوت ما حطيتش، ما تتكتش عليها خالص، انا طربتها كده من بعيد لبعيد. دلوقتي هختبر الزيت بقى، هشوفه سخن ولا عامل ايه. كنت حاطاه اهوت سخن وحلو. نسمي الله بقى كده ونحط الفراخ. ما نكترش الفراخ، لازم الزيت يبقى كتير، بس ما نكترش الفراخ برضه عشان ايه، تستوي كويس وتاخد راحتها وتطلع مقرمشه وحلو. انا هغطيها بقى، هغطيها حوالي 5 دقايق او 6 دقايق، وبعد كده اكشف الغطا من عليها كده. انا خلاص شلت الغطا، اما لقيتها خدت لون، بعلي النار بقى بعد ما بسويها على نار متوسطة 10 دقايق. بتحسي ان انتي استوت خلاص، انا بعلي النار عشان تاخد القرمشه بقى واللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده انا هطلعها، شوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله عليها، شكلها جميل وهتعجبكم ان شاء الله. جربوها بالطريقه ديت ومقرمشه خالص ازاي، وطبعا بتبقى مستويه وما فيهاش اي حاجه، واحسن من اللي بتشتريها من بره، وانت عارفه نضيفه في البيت وغسلها كويس وعارفه انت عاملاها ازاي. هحط برضو مره كمان قدامكم. ومهم ان انتوا تغطوها على الاقل 6 دقايق، وبعد كده شيلوا الغطا. وانا بسويها على نار متوسطه، بوتاجاز ناره مش عاليه اوي، فانا عاملاها على نار متوسطه وبغطي زي ما انتوا شايفين. اما بلاقيها خلاص خدت اللون اللي هو الذهبي وكده، فبروح معليه بقى النار عليها شويه. قبل ما اطلعها بروح معليه النار عليها شويه قبل ما بطلعها عشان تاخد اللون اللي هو ايه، اللي هي الحلوه دوت، وتبقى مقرمشه وحلوه، ما تبقاش طريه. طبعا التتبيله اللي احنا عاملينها هي عمرها ما هتبقى طريه وكده، بس برضو احتياطي. انا بخبط عليها يعني بعرفكم ان هي ايه، مقرمشه وحلو. خلاص بقى خلصت وصفتنا، يا رب يكون عجبتكم. عملنا رز جنبها، رز اصفر، وعملنا سلطة خضراء. ودي وصفتنا النهاردة. ما شاء الله الفراخ شكلها تحفة، تفتح النفس، وطعمها مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. انا هبقى هفتح حتة كده معاكم من الفراخ هنشوفها مستوية ولا لا، بس هي طبعا مستوية وما شاء الله عليها حلوة قوي. وجربوها وهتدعولي.